السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أول مرة بتتابعونا وبتشاهدوا القناة، فضلا منكم وليس أمرا تضغطوا اشتراك وشير لرابط القناة عشان تكبر بيكم من بعد ربنا سبحانه وتعالى، ثم الضغط على تفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. لايك للفيديو وشير، ونبدأ على بركة الله ونقول ايه تفسير يأجوج ومأجوج في المنام. تفسر هذه الرؤيا على حسب ما رآه الرائي. تدل على الصلاح والتقوى هذه الرؤيا والبعد عن المحرمات إذا كان الشخص يخاف الله ويتقي الله عز وجل. طيب لو الشخص ده عاصي وبيعمل فواحش وذنوب كتيرة، تدل على زيادة معاصيه وذنوبه، والرؤيا دي رسالة من الله ليك لكي ينتهي عن ارتكاب هذه الذنوب. طيب رؤية يأجوج ومأجوج أو إشراط الساعة مثل ظهور الشمس من مغربها، ده بيدل على بشرة الخير للرائي والعمل الصالح، وتقبل أعماله عند الله وإنه على حق. طيب إذا رأت الفتاة العزباء أهوال يوم القيامة في المنام، أو ما تفسير رؤية يأجوج ومأجوج في المنام للعزباء؟ ده بيدل على بعدها عن منهج الله عز وجل، ويجب توبتها من معصية أو ذنوب أو فواحش. طيب رؤية خروج يأجوج ومأجوج في المنام للعزباء بيدل على مرورها بفترة عصبية جدا وعلى كثرة المحن. طيب لو رأت هذه الفتاة ظهور علامات الساعة، بيدل على مرورها بحالة نفسية سيئة جدا، وقد يدل على نهاية الظلم وعلى عودة الحق إليها إن شاء الله وصلاح حالها بإذن الله. ولو الحامل رأت أو ظهر في منامها يأجوج ومأجوج، بيدل طبعا على نهاية الألم والمتاعب أو المشاكل اللي في حياتها، كما يدل على صلاح المرأة إن شاء الله. وإذا رأت الحامل دي علامات الساعة، بيدل على اقتراب موعد ولادتها إن شاء الله. طيب حد ممكن يسأل ويقول لي رؤية أهوال يوم القيامة أو الحساب في المنام للسيدة الحامل أو المرأة الحامل بيدل طبعا على ارتكاب معصية كبيرة جدا، ويجب التوبة والرجوع إلى الله. ولو المتزوجة رأت ظهور يأجوج ومأجوج في المنام، بيدل على تقصيرها في العبادة وبعدها عن الله، والرؤية دي طبعا بتكون رسالة ليها عشان إن شاء الله تعود إلى الله عز وجل وأن تتوب. ولو السيدة المتزوجة ظهر ليها يأجوج ومأجوج وهي كانت بتبكي في المنام، ده طبعا بيدل على زوال الهم والضيق والكرب وتحسين إن شاء الله أحوالها النفسية والاقتصادية. ممكن شخص يسأل برضو ويقول لي طيب المطلقة لو رأت يأجوج ومأجوج في المنام، بيدل على تعرضها للمحن والمشاكل والكرب وكثرة البلاءات. طيب لو رأت المطلقة دي يعني إنها بتسير على الصراط المستقيم إن شاء الله في المنام، بيدل على استقامتها على طاعة الله وعلى تجنبها للمعاصي. نتكلم بقى عن رؤية ظهور المسيح الدجال في المنام، بيدل على كثرة أعداء الرائي وعلى الكذب والنفاق. ورؤية المسيح الدجال بتدل على الظلم والجشع وانتشار السحر. فضلا منك وليس أمرا، اعمل شير للفيديو أو شير للرابط للقناة عشان إن شاء الله تكبر وتوصل ل10,000 مشترك عن قريب بإذن الله. حفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.